السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي محترمين ومحترمات اليوتيوب متابعين البارون، أسعد الله أوقاتكم. في البداية عايز أعتذر لحضراتكم عن الغياب الفترة اللي فاتت. حضراتكم طبعا عارفين ليه. ثانيا عايز أتوجه بالشكر من كل قلبي للعيلة الحقيقية اللي ظهرت، للعيلة اللي أثبتت إن هي عيلة حقيقية فعلا. كان سؤالكم على سهام وعليا ما يقولش غير إنكم عيلتنا، يعني عائلتنا ما عملتش أكتر من اللي حضراتكم عملتوه. حضراتكم بالظبط كنتم عائلتنا أو العيلة الكبيرة يعني. عايز أشكر كل من رفع على منتداه وقال سهام والبارون ادعوا بالشفاء. كل من قال على كاميرته أو على قناته سهام والبارون ادعوا لهم بالشفاء. كل من كتب كومنت ودعا بالشفاء. طبعا أنا نفسي أذكر أسامي حضراتكم كلكم، بس خوفا من إن أنا أنسى حد، لأن مثلا الفيديوهين اللي سهام عملتهم عليهم حوالي 600 كومنت يمكن أو أكتر. فمش عارف هذكر الأسامي دي كلها إزاي، ولكن ده اللي حسيته أنا شخصيا من حضراتكم أصحاب قنوات ومتابعين، إنه ده شعور العيلة. يعني إحنا عائلتنا ما عملتش معانا أكتر من اللي حضراتكم عملتوه. حضراتكم دعمتونا نفسيا ومعنويا وماديا وبالسؤال وبالتليفونات وبالواتساب. يمكن في ناس ما ردناش عليها وناس ردينا عليها، لكن كم المكالمات اللي جالي وكم الكومنتات اللي اتكتبت، واصحاب القنوات الافاضل اللي كانوا بيدعوا مره واثنين وثلاثه على فيديوهاتهم. ما تنسوش تدعوا للبارون وسهام. عايز اشكر حضراتكم جدا، الناس اللي رفعوا منتديات. انا شفت كل المنتديات اللي اتعملت يعني. عايز اشكركم من كل قلبي واقول لكم ان انا فعلا فرحان جدا باللي احنا وصلنا له يعني. فرحان جدا بالعيلة اللي حوالين مني، فرحان جدا بالناس اللي في ظهرنا، فرحان جدا. عايز اشكر حضراتكم جدا جدا جدا. بخصوص مدام سهام، النهارده الصبح قبل ما اصور الفيديو دوت يعني، عرفت انه من المستشفى ان الدكاتره اللي في المستشفى مستنيين الاستشاري بتاع الصدر عشان يقول بقى تخرج يعني ان شاء الله. الحكايه ابتدت انه سهام تعبت جدا، خدت دور برد، ورحنا لدكتور واتنين، ورحنا مستشفى قبل المستشفى ديت. وفي الاخر رحنا للدكتور ده احنا ما نعرفوش، لكن ربنا سبحانه وتعالى وجهنا ليه يعني. هو في اسكندريه تحت في البلد زي ما بيقولوا الاسكندرانيه يعني. الدكتور ده طلع رئيس قسم الصدر واستشاري قسم الصدر، واحنا ما نعرفش الكلام ده، في مستشفى كليه طب جامعه اسكندريه. فلما رحنا له كانت سهام تعبانه جدا، كانت على اخرها يعني، ما كانتش بتقدر تتنفس خالص ومش قادره تتكلم حتى. قال حالا تنزلوا تروحوا المستشفى. قلت له اوكي، احنا متوقعين ده كنا يعني ان هي لازم تخش المستشفى يعني. فقلنا له اوكي تمام، نروح المستشفى، هنشوف مستشفى حضرتك تنصحنا نروح في العجمي، فين مستشفى جنب مننا تبقى كويسه، قول لنا على المستشفى كويسه يعني. قال لي لا، حضرتك هتروح المستشفى بتاعت كليه الطب. حضرتك دي بعيده جدا، وهنحتاج ان احنا كل يوم اجي من العجمي اروح اسكندريه، مشوار طويل برضه عشان اشوفها وكمان ابقى جنبيها يعني. فالمشوار بعيد علينا يعني، فحضرتك شوف لنا مستشفى في العجمي يعني. فقال لي لا، هتروح المستشفى دي لان انا رئيس قسم الصدر في المستشفى دي، والحالة دي بتاعتي، وانا في المستشفى هشوفها، بدل ما ابقى بعرف الاخبار بالتليفون يعني. فلما عرفت ان هو رئيس قسم الصدر يعني بعتني مكانه، مكان هو الرئيس بتاعه يعني، فقلت له اوكي خلاص نروح. ففعلا رحنا المستشفى. كان الاكسجين قليل في الدم، وكان في مشكله في كرات الدم البيضاء، وفي مشكله طبعا في التنفس، و... ومشكله في صدرها يعني، عندها دور برد
وهي عندها التهاب رئوي وميه على الرئه يعني. فروحنا فعلا المستشفى وقضينا الفتره اللي فاتت دي كلها في المستشفى بتاخد علاجات. التنفس في الاكسجين عالي، ما وصلش للرقم الطبيعي، ولكنه الحمد لله عالي، بقى اقل من الرقم، يعني بدل ما اقل من الرقم الطبيعي ب10 درجات بقى اقل من الرقم الطبيعي بدرجه او درجتين تقريبا. الاشاعات اللي اتعملت على الصدر، عملنا اشاعه اول امبارح مقطعيه على الصدر، فطلعت احسن من الاشاعات الاولانيه. فالموضوع الحمد لله يعني خرجنا منه بسلام. فاضل بس ان الدكتور نفسه هو الاستشاري اللي كشف عليها اول يوم يقول بقى تخرج، لان الدكاتره اللي هم شغالين تحت ايده قالوا خلاص كده كفايه، يعني تقدر تكمل بقى العلاج في البيت، هتبقى شويه بخاخات او ادويه خلاص، يعني الموضوع بقى سهل. بس مستنيين هو اللي ياخد القرار ان هي تخرج، لان هو قايل كده محدش يكتب لها على خروج لانها الحاله بتاعته برضه، الا لما اشوف التقارير بنفسي. فهم دلوقتي منتظرينه، ففي احتمال ان هو يقول تخرج النهارده، وفي احتمال يقول ان هي تخرج بكره ان شاء الله يعني. فاضل حاجه واحده بس، فاضل ان حضراتكم زي ما دعيتوا بالشفاء لسهام والبارون، ادعوا باكتمال الشفاء لسهام. انا كويس الحمد لله، انا ما فيهاش حاجه. ما كنتش بصور مش عشان كنت عيان، ما كنتش بصور عشان مش بعرف اعمل حاجه يعني من غير سهام، يعني ربنا يطول في عمرها ويديها الصحه. هي اللي بتعمل كل حاجه، انا يا دوب بس بقول كلمتين، لكن هي اللي بتفتح الكاميرا وهي اللي بتظبط الكاميرا. هي النهارده فضلت معايا على التليفون عشان افتح الكاميرا واصور وهي مش موجوده يعني. ففاضل ان حضراتكم تدعوا لسهام باكتمال الشفاء، ان هي شفاها يكتمل يعني. بالنسبه للناس اللي بيقولوا جالي كومنتات كتير قوي، ربنا يشفيكم بس بلاش الغيبه والنميمه، شوفوا ربنا بيعمل فيكم ايه، شوفوا مش عارف ايه، انتوا بتظلموا ناس. عايز اقول لحضراتكم انه سهام مريضة صدر من قبل ما تخش اليوتيوب، يعني بتتعالج لصدرها من قبل ما تخش اليوتيوب ب5 سنين. يعني لو هي بقالها 3 سنين دلوقتي على اليوتيوب، هي بتتعالج من صدرها من 8 سنين. فموضوع ان احنا ظالمين حد او مش ظالمين حد ده ملوش علاقة باللي احنا كنا فيه خالص. حد كتب على منتداه كده بيقول شوف اهو القناة وقفت ارباحها وانتوا عييتوا. لو كان على القناة وقفت ارباحها التانية اتفعلت الحمد لله. ده كرم من عند ربنا، اتفعلت في كام يوم يعني. ف فما تشغلوش بالكم بينا يعني قوي كده يعني. انا اقسمت في يوم من الايام ان انا مش ظالم الست ديت، وان انا الحاجات اللي بطلعها كلها حقيقية يعني. فما تشغلوش بالكم بينا، لو احنا ظالمينها سيبوا ربنا يحاسبنا. ولو انتوا شمتانين فينا وده حصل بالفعل، وده السيدة الفاضلة قالته بكل وضوح يعني ان هي شمتانة في سهام يعني، انا مش هقول لك بالمثل. ليه؟ لانه المرض ده ابتلاء من عند ربنا. ف ف ف يعني لما رسولنا الكريم عليه افضل الصلاه والسلام قال ايه؟ ان الله اذا احب قوم ابتلاهم، من رضى فله الرضا ومن سخط فله السخط. بنقول في حياتنا العاديه لحد عيان، اعتقد ان الكلام ده مش في مصر بس، اعتقد انه الكلام ده في كمان في الدول العربيه. بنقول ايه؟ اجر وعافيه. ايه معنى الكلام ده؟ اجر يعني ربنا هيديك اجر الرضا بالابتلاء، وعافيه يعني هيشفيك. اجر وعافيه، مش عافيه بس، مش ربنا يشفيك بس، اجر. اعتقد انه اخواتنا العرب بيقولوا الجمله دي، انا مش عارف يعني، بس هي بتقال في مصر كتير، اجر وعافيه. فالاجر الاول انت وافقت
ورضيت بالابتلاء وكنت فرحان، يعني شكرا. وعلى فكرة ربنا ما يديش حاجة أكتر من طاقة الإنسان. بمعنى إيه؟ البرد على قد الغطا. يعني لو عندك بطانية واحدة البرد هيبقى على قد البطانية دي، ولو عندك بطانية والحاف فايبر مثلا هيبقى البرد على قد الغطا. لكن عمر ما ربنا سبحانه وتعالى حاشا أن يكون ظالم إنه يدي الإنسان حاجة أتقل من اللي هو يستحمله. أجر وعافية، مش سلامتك ألف سلامة بس إن شاء الله هتخف بس، لا، ده أنت هتكسب الأجر. أجر إنك رضيت بالابتلاء. وربنا لما بيبتلي عبد يبقى بيحبه، ويبقى العبد ده مؤمن ولازم يشكر ويقول شكرا، ولازم يبقى فرحان. بيبقى قلقان شويه على صحته، او انا شخصيا ابقى فرحان بس برضه قلقان على سهام. ولكن في الاخر بقول ايه؟ قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله اللي احنا فيه ده ابتلاء من عند ربنا. فلما هتشمتوا هقول لكم بالمثل، يعني بقول لكم ايه؟ ان شاء الله هتاخدوا اجر الابتلاء. لا، انا مش هقول لكم بالمثل. لما هتشمتوا هقول حسبنا الله ونعم الوكيل، لكن مش هقول لكم بالمثل في دي بالتحديد. لما تدعوا على عيالي وتدعوا على الميتين وتشمتوا في الميتين اقول لكم بالمثل، لكن في دي ما اقدرش اقول لكم بالمثل، لان كده يبقى انا بقول لكم حاجه كويسه وانا مش عايز اقول لكم حاجه كويسه. فملكوش بالمثل، اشمتوا بقى براحتكم، حسبنا الله ونعم الوكيل. اشمتوا براحتكم وملكوش بالمثل. وانا راضي بالابتلاء بتاع ربنا وموافق. وعدت وسام بتتعالج من صدرها من كتير قوي، والقناه عملنا بدالها واتفعلت. وحد اتصل بيا، مش اتصلش بيا الصراحه، اتصل بسهام قال لها هو البارون مش عامل انتساب ليه؟ فكرنا سهام كانت ناسيه تعمل انتساب في قناه البارون. ناس من اللي بيحبونا، ناس من الناس المحترمه اللي واقفين في ظهرنا، اللي هم بيسمعونا ومصدقيننا، ناس مش مغيبه، ناس عينيها متفتحه. فالسيده الفاضله شمتت. كله في ميزان سيئاتك وكله في ميزان حسناتي. وقبل ما تشمتي روحي دوري على خيبتك التقيله، يعني روحي دوري على الفضيحه، او روحي دوري على ستر ربنا وغطى ربنا اللي اترفع من عليكي. ده انت ال100 مليون قريتيهم مليار. يعني عايزه تثبتي للناس ايه؟ حضرتك انت محتاجه تضربي الرقم اللي انت قريتيه مليار ده في 10 عشان يبقى مليار. يعني تشتغلي قد كده 10 مرات عشان تفرحي بالوكسه اللي انت فيها. حضرتك الرقم 101 وجنبيه 6 ارقام، هنفترض ان ال6 ارقام دول 6 صفات، هيبقى 101 مليون. ايه اللي خلاهم مليار بقى؟ فاكره ان ال100 مليون هم مليار؟ لا، دول اسمهم 100 مليون. فده دل على انه حضرتك ما دخلتش مدارس، جهله يعني. فين المليار ده؟ جريت ابص على المليار. مليار ده يعني لو عامله 1000 فيديو لازم تبقى مشاهدات الفيديو مليون. 1000 فيديو يبقى مشاهدات الفيديو مليون. كل فيديو عندك يعمل مليون، وانت فيديوهاتك بتعمل 20,000 و10,000 و18,000 و50,000 100,000. فمش حاجه عامله المليون الا الفيديو بتاع النصب اللي هو بتاع 2 مليون و800,000. فيديو النصب بس هو اللي عامل 2 مليون. يبقى منين جبتي المليار؟ انت دخلتي مدارس يا ست؟ يعني انت يعني ازاي المغيبين الجهله البزراميط اللي قاعدين عندك مسمينك ايقونه او ملكه؟ هو في ايقونه جاهل بيعرفش يقرا ويكتب؟ دي بصمجيه يا وليه. حاجه غريبه والله العظيم. جبتيهم مليار منين دول؟ وبعدين حضرتك
لازم تدوري على خيبتك التقيله فعلا، انه ربنا رفع ستره، لسانك ما بقاش فاهم هو بيقول ايه. هو في حاجه اسمها سلام قول من رب رجيم؟ الشيطان هو اللي رجيم يا ست الكل، ولكن لفظ الجلاله رحيم. عرفتي بقى انه ربنا فضحك؟ يعني قبل ما تشمتي فينا دوري على البلاوي اللي انت فيها، على القرف والكلاب اللي عمالين يهوهوا ويشتموا فينا دول. محدش في الكلاب اللي قاعدين في البث تحت، محدش قال لها خدي بالك ليه؟ محدش لقط الكلام ده ليه؟ محدش اتكلم في الحكايات دي ليه؟ الاستاذ اللي قاعد يقول انا بطبل انا بطبل، الاستاذ حمزاوي ده ولا اسمه ايه؟ حضرتك ما قلتلهاش ليه عيب كده؟ كتبتش ليه عنوان؟ ما عملتش ليه فيديو؟ مش حضرتك بتقول انك ناقد وانا بقول عليك كده ناقد محترم، بس الناقد المحترم ده في السلبي والايجابي يا عم الناس. لا يا رباب، انت ما بتسمعيهاش ولا ايه؟ انتوا بس حولتوا الحكايه لشتيمه، بس ده اخركم. ما بتعرفوش تقولوا غير ان انتوا تشتموا الميتين وتشتموا الحيين وتشمتوا في الميتين وتشمتوا في الحيين. طب ما بتردوش علينا بالمنطق والعقل ليه؟ تعالوا نروح لموضوعنا اللي احنا كاتبين عنوان عليه. يوم 17/7 جانو عنده كونسولته طبي. طبعا هي المدام طلعت قالت انا اليومين اللي جايين هنعمل شويه فحوصات لجانو وهعمل جدول كده. هي اللي قالت كده، هعمل جدول كده، يوم لجانو ويوم لياسمين، يوم لجانو ويوم لياسمين. انا موضوع ياسمين ده ما يهمنيش في حاجه خالص، فريش معايا خالص. تتجوز ما تتجوزش، تخلف ما تخلفش، انا مالي، انا مالي. موضوع ياسمين ده ما هو الا انه كذبه زي كل الكذب. اتجوزت ما اتجوزتش لازم نعمل حكايه. السحر حكايه، الكذب حكايه، اسلام الراجل حكايه. نكذب 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 ليه؟ نطلع احنا نقول كدابين، ده الواد كان نايم، ده الواد كان قاعد في الترابيزه في المطعم، ده تجري الناس تشوف. كل الحكايات دايره كده، نكذب الكذبه، نستفز الناس، نحط صوت واحد بيقول مش عارف انام. تمام؟ عشان ايه؟ عشان نوصل لانه القنوات النقد تطلع تعمل حكايه تتكلم، الناس تروح تشوف. بعد ما قنوات النقد تعمل حكايه والناس تروح تشوف، يطلعوا الهوهوجيه يشتموا. هي الحكايه بقت كده باختصار شديد. هي تعمل حكايه احنا نتكلم هم يشتموا، هي تعمل كذبه احنا نتكلم هم يشتموا. ومين المستفاد؟ هي. والهوهوجيه برضه بيخش لهم شويه مشاهدات، بس المستفاد الاول في الحكايه هي، واللي بيتشتم احنا. جانو هي قالت ان هو هيعمل فحوصات عشان يعمل تشيك اب، ويوم لجانو ويوم لياسمين ويوم لجانو ويوم لياسمين. لا شفنا جانو ولا شفنا ياسمين، ولا شفنا يوم هنا ولا شفنا يوم هنا. الحقيقه بتاعت الحكايه ايه؟ الست اللي معيناها الدوله تقعد مع جانو، اللي انا مش فاكر اسمها دلوقتي، اللي هي اسيستونت، اسمها اسيستونت. الست دي رفعت تقارير، بترفع تقارير للدوله، لان الدوله اللي معيناه. الست اللي احنا شفناها في الجنينه مره اتصورت مره واحده، غالبا الست دي قالت كده في تقريرها انه الراجل ده عجز جدا وما ينفعش انا اروح له ساعتين مثلا، يومين في الاسبوع او 3 او كل يوم، ايا كان هي بتروح له قد ايه. ده لازم حد يبقى متابعه 24/7، يعني كل الوقت 24 ساعة في 7 أيام. فالدولة قررت تعمل له كونسولت بناء على تقرير السيدة الفاضلة اللي بتروح تقعد مع جانو.
لكن احنا هنعمل له تشيك اب عشان نطمن على صحته، كل ده كده. ميعاد الكونسولت يوم 17/7. حاجتين ممكن يحصلوا بعد الكونسولت ده. الحاجة الأولانية إن الدولة تقول إيه؟ تقول إنه الراجل ده كويس وصحته كويسة ويقدر يعتمد على نفسه، وكفاية قوي الساعتين بتوع الست الأسيستونت دي ولا الأسيستونس اللي بتجيله دي، ده كفاية ولا مفيش حاجة أزيد من كده. طب لا، لو لقوا الموضوع خطير، الحل التاني هو إنه جانو يودع دار المسنين، وتودع بقى السيدة هناء جانو، واحنا كمان نودعه وننساه لان مش هنشوفه تاني، لان هي مش هينفع تصور معاه في دار المسنين. احتمال، في احتمال انه بعد يوم 17 جانو يودع دار المسنين، وفي احتمال انه لا، الدولة تقول انه يقدر يعيش وكفاية عليه الساعتين. مين اللي هياخد القرار؟ الكونسولت الطبي اللي هيتعمل له. الدولة هي اللي هتاخد قرار، وهنا هو ملوش الحق انه يرفض ايداعه في دار للمسنين. مش هينفع يقول لا، انا حر، انا هعيش لوحدي، انا كده كفاية. ما ينفعش الكلام ده. طالما الدولة قالت يودع في دار المسنين، هنا هيودع في دار المسنين، لانه مش هيعرف يكمل حياة لوحده، لازم حد يبقى متابعه طول الوقت. وده التقرير اللي طلعته الست اللي الدولة معيناها عشان تقعد مع جانو. ايه ده؟ خلاص يعني موضوع جانو ممكن يخلص؟ ممكن يخلص. مش هنتكلم فيه تاني؟ لا مش هنتكلم فيه تاني. مش هنرجع نقول الراجل اللي في دار المسنين؟ لا هنقول دي سبوبة. تمام. وفي احتمال حاجة تانية، ان هي زي ما صورت في المستشفى تروح تصور في دار المسنين، بس خلسة كده وتتلفت حوالين نفسها لحد يشوفها. وطبعا ده هيبقى ليه رد، ده هيبقى ليه مردود، ان اي حد هيتصل بدار المسنين زي ما الناس اتصلت بالمستشفى، اي حد هيتصل بدار المسنين هيقول لهم الست بتيجي تصور لسه. دي بقى كارثه، دي مصيبه، دي ممكن يبقى فيها سجن. فاحتمال جانو يخلص خلاص، باي باي بخ، الحكايه دي خلصت خلاص. وفي احتمال انه الدوله تشوف لو هو قادر فعلا. انا شايف انه مش قادر، انا شايف، بس انا يعني كلامي ملوش اي مغزى اي معنى يعني. انا شايف انه مش قادر، لكن سيلافي، هو الدوله هي اللي هتقول بقى اذا كان يقدر او ما يقدرش يكمل وكده ولا ما يقدرش. تعالوا نرجع تاني الحته كنت لسه قايلها من شويه، ان الحكايات كلها بقت كدبه. قنوات تطلع تتكلم، ناس تروح تشوف، قنوات تطلع تشتم. طب احنا يا بشر بقالنا ساعه سوري، بقالنا ساعه، بقالنا سنه بنقول ايه؟ الراجل ده بيته ملكه، ولو البيت ده ايجار الدوله مش عبيطه، كانت الدوله ادت له شقه على قد اوضه وصاله بعفشه ميه زي ما بيقولوا في مصر، وقللت الفلوس بتاعه ايجار البيت ده، لان الدوله مش هبله، مش هتدي اي حد اي فلوس كده. دي دوله عظمى برضه من دول العالم الاول. طلعتوا تشتموه. طب يا بشر، البيت ده ما ينفعش يبقى ايجار وهو مأجر لمصطفى. طلعتوا تشتمونا. طب لما البيت ده انتوا بتركبوا له كاميرات، امال فين صاحبه اللي المفروض يركب كاميرات؟ مش انتوا لسه مركبين كاميرات للراجل ده في نص عام 23؟ يعني الراجل ده عاش لغاية نص سنة 23 بدون كاميرات. هل في فرنسا يوجد قانون يقول انه البيوت ما تركبش كاميرات لغاية سنة 23؟ هل في فرنسا في قانون بيقول انه تركيب الكاميرات على الهوا بالمزاج؟ عايز تركب كاميرا ركب، مش عايز تركب كاميرا ما تركبش. طب انا هفترض ان الكلام ده كله مظبوط. لما طلعتوا حكيتوا لنا وقلتوا لنا ايه؟
ده راجل راح خبط الازاز وكسره وحكايه، والراجل كان عايز يموت جنوم البرد تقريبا، الازاز يتكسر يخش عليه شويه هوا يموت. انتوا ما بلغتوش البوليس بعد الحادثه ديت؟ او البوليس ما سمعش باللي حصل ده؟ او الجيران ما قالوش الحقوا ده الراجل اللي هيموت ده؟ ما اتصلوش الجيران بالبوليس؟ طب البوليس لما جه ما قالكوش ليه ركبوا كاميرات عشان تعرفوا مين اللي ضرب الازاز لجاتوه؟ انا بعد الكلام ده هيطلعوا ناس دلوقتي يقولوا ايه بعد ما يسمعوا الفيديو؟ يقولوا ايه؟ انت مش عرفك بالقانون، انت خرجت من الحاره اللي انت فيها، روح استحمى، روح اعلق دقنك، امك فيها، ابوك فيه. طب ما هو اسهل من الكلام ده، ما تطلعوا لنا اثبات ان البيت ده ايجار مش ملك. بيكلم طلعت واحده عبيطه كده راحت عامله ازاي، ده بيكلم شيخ قاعد على القهوه بيقلب الشاي بالمعلقه. طب انا هجيب شيخ بيتكلم فرنساوي كمان قعدوا على القهوه عشان اكلمه؟ يعني ادفع حق الشاي واجيب راجل فرنساوي؟ ده جبته منين ده؟ انا ان شاء الله من عيلتنا، ولا رحت جبته من فرنسا على حسابي وانا لا اكل؟ طب ما بدل ما تقولوا الشيخ مزور قولوا الشيخ اهو والكلام بتاعه اهو. بدل ما تشتموا ابويا وامي الله يرحمهم، وبدل ما تشتموا قنوات النقد وتخوضوا في شرف فلانه وفي شرف بنت فلانه وفي شرف فلانه. الست جات لك مصر، الست جات لك مصر عشان ما تطلعيش من اوروبا تعدي على افريقيا تروحي اسيا. هي جات لك افريقيا اهو، هيبقى المشوار سهل. ها؟ وبالمره تروحي الغردقه. مش قلتي هتاخديهم شهر العسل في الغردقه الست في مصر؟ يا نهار اسود، لا تكون هتشتكيك يا بنت يا رباب، لا تكون بتفكر ان هي تشتكيكي يعني بعد المنتديات المهببه اللي انت عملتها لها دي في مصر. هتعملوا معاها ايه؟ مش كنتوا عايزين تحبسوها؟ مش قلت لها قسما بالله لاجيلك السعوديه وافضحك؟ اهي جات لك مصر يا ستي، ما تروحيش السعوديه، اهي في مصر اهي. مصر منوره يا ست الكل. بدل بقى ما يبقى ردكم يا ولاد يا ولاد يا ولاد يا ولاد، يبقى ردكم مقنع. انت بتقول الشيخ، لا يا بيه انت شيخك مزور وكان قاعد على القهوه بيقلب الشاي، الشيخ الحقيقه اهو. النتيجه كانت ايه؟ شتيمه. مفيش سحر، وفي الاخر الحكايه بقت ايه؟ ما اتبستش. بس كده؟ بس كده، هو انا ما اتبستش. طيب يا ستي ما اتبستيش، فين بقى السحر؟ ما بدل ما تشتمونا وتشتموا الست الاريتريه، اطلعوا وقولوا اهي الحكايه كده كده والسحر اهو، دي الاثبات اهو. كذب. نطلع نتكلم الهوهو جه يشتموا، والمغيبين يروحوا يتفرجوا، والست تكسب فلوس. باختصار شديد جدا ادي الحكايه. حولتوا الحكايه ليه لخناقه في حاره؟ ايه الداعي ان انتوا تشتموا؟ انتوا ما بتعرفوش تعملوا حاجه غير ان انتوا تشتموا. انتوا تشتموا وهي تشمت في المريض وفي الميت. اوعوا تنسوا الدعاء لعم عادل فتحي الله يرحمه. شيء بالشيء يذكر طالما ذكرنا عم عادل يعني. اوعوا تنسوا الدعاء بالرحمه لعم عادل فتحي، عمي وعم يوتيوب مصر. قصه بقت سخيفه جدا وبقى فيها اهانات وقله ادب. حولتوها ليه الكلام ده؟ ما انتوا تقدروا تخرسونا، بس انتوا مش عارفين. ما طلعت الشيخ يا ست الكل اللي بتقولي جايب شيخ بيقلب شاي على القهوه. لما طلعت الشيخ هي شالت الفيديو، وده كان اكبر دليل لصحه كلامي. لكن انتوا ما بتعرفوش تقولوا غير ايه؟ يا ولاد كذا ويا ولاد كذا. ببساطه شديده مفيش جديد. واللي مجنني بقى ان السلام ركب عليه ناس مش فاهمين الموضوع اساسا. بس البارون ابن سهام بنت مصريه بنت توته تاج بنت ايمان مواضيع افضل بنت طب الحكايه انتوا فاهمينها ولا انتوا بنت اللي هو ده اللي بتعرفوا تقولوه؟ سهله ايه؟ بنت الله هو ده اللي بتعرفوا تقولوه، ما بتعرفوش تقولوا حاجه. طب ما تذاكروا الحكايه،
لو ذاكرتوا الحكايه هتلاقوا ان كل الكلام اللي احنا بنقوله موثق ومثبت وصحيح 100%. بعد اول مره طلعت كلام الشيخ اللي هو انيمال ان سيرك، لما هو قال حيوان في سيرك، هي شالت الفيديو بتاع الاسلام اللي في البيت ده. ليه؟ لانها مصدقه، لانه الكلام ده مظبوط. بس حضراتكم ما شفتوش الكلام ده، الساده الهوهوجيه الكلاب ما شفتوش الكلام ده، انتوا بتشتموا بس، مالكوش دعوه بحاجه. جانو عنده كونسولت يوم 17/7. الدولة في احتمال تودعه سجن القناطق، دار ما هو شريك دار المسنين. وفي احتمال انه الايام اللي جايه جانو يختفي، وفي احتمال انه يظهر. ده قرار الدولة. الست رفعت تقرير وقالت انه مش قادر، يعني خلاص ما ينفعش يعيش لوحده فترة من الزمن، لازم يبقى معاه حد طول الوقت. ده هيبان الايام اللي جايه. هو مش هيعمل تشيك اب ولا حاجه، مش هيكشف على عينيه ومناخيره، لا لا، ده كونسولته من الدوله، مش هي هتاخده وهي هتاخده توديه ممكن بس هو لسه يوم 17، هي قالت كده من اسبوع او من 10 ايام تقريبا. وكل يوم هنروح بقى، يوم نروح عند بتاع العيون ويوم نروح عند بتاع مش عارف ايه. الكلام ده كله كذب في كذب. الكونسولتو يوم 17/7، وبعد الكونسولتو ده هتبان النتيجة إذا كان الراجل ده هيكمل معانا على اليوتيوب ما شاء الله، ولا هيودع الأحداث، أو سوري يعني دار رعاية المسنين. أنا بهزر يعني، ده احتمال. أنا مش يعني حتة إنه يودع أو ما يودعش دي أنا ما أعرفهاش لسه، يعني هنعرف يعني. لكن ده احتمال هو ده اللي يحصل، انه الراجل يتحط في دار المسنين. وباي باي خلاص بقى نقى، شوفي لك سبوبه جديده، شوفي لك حد جديد، خدي 5 6 اماكن عشان يشتري اسلامه فيهم وتعملي اللعبه اياه. بس جددي بقى، لان اللعبه المره دي هتبقى مهروشه. ولا ما تجدديش، ما انت كده كده ما بتعرفيش تقري وتكتبي، فما تجدديش وقولي اللي عندك كله وطلعي وشوفي لك سبوبه جديده، ومعاكي شويه هوهوجيه ما شاء الله واقفين في ظهرك عمالين يشتموا ب... بمنتهى يعني بارعين جدا في قله الادب والسفاله والقذاره يعني. وده بقى واضح جدا خلاص. فكملي يعني، شوفي لك بقى ايه سبوبه جديده. انا مش عارف في حاجه تاني عايز اقولها في الفيديو دوت. انا اسف الفيديو ده اتعمل بسرعه، وربنا يستر ويطلع سليم يعني، لان انا اللي هشتغله لوحدي لغايه لما تيجي سهام. ادعوا لسهام باكتمال الشفاء، ادعوا لابويا وامي بالرحمه لانه اتشتموا كتير قوي اليومين اللي فاتوا. ادعوا لعم عادل فتحي بالرحمه، ولا تنسوا تدعوا لنا بالتوفيق. أشكر حضراتكم جدا، هقابلكم قريب. كان نفسي أقول الجملة دي أول الفيديو عشان اللي ما بيشوفش الفيديوهات لآخرها، ولكن هقولها في وقت تاني يعني. الأيام اللي جاية أنا عندي حقائق خطيرة جدا، ده بجد ومش دعاية ومش بروباجندا. أنا عندي حقائق خطيرة جدا، عندي كلام جديد محدش يعرفه، عندي أصوات جديدة محدش سمعها قبل كده، عندي أسامي جديدة محدش سمع عنها قبل كده. الكلام ده كله هطلعه. هم علوا ريت الحكاية، بس الريت علي عندهم في الشتيمة بس، لكن أنا هعلي ريت الحكاية في الحقيقة زي ما تعودنا وزي ما بنعمل كل مرة يعني، بالحقيقة بالاصوات بالاثباتات بالدلائل. وانا ما بجيبش شيخ قعدوا على قهوه يشرب شاي ويقلب بمعلقه زي ما الناس الهبله العبيطه اللي بتقول. على فكره انا عايز اقول لك على حاجه، لو بتسمعيني انا عارف ان انتوا بتسمعوني، انا كان ممكن اعمل لك مخالفه بالفيديو اللي انت حاطه صورتي عليه ده، بس ما رضيتش، لان قطع الارزاق من قطع الاعناق، وانا عارف انك بتاكلي عيش من القناه. فانا طلعت محترم وما عملتلكيش مخالفه على البتاع. يا ريت حضرتك بقى تطلعي محترمه وتصوني لسانك بعد كده، وبلاش سفاله وقله ادب. اشكر حضراتكم جدا. قريب في فيديو تاني، وقريب هتشوفوا سهام معايا على الكاميرا ان شاء الله. بشكر حضراتكم للمرة التانية والتالتة والخمسين والمليون على شعور العيلة اللي انتوا وصلتوني. بشكر الناس اللي دعمتني ماديا في الفترة اللي فاتت، بشكر الناس اللي دعمتني نفسيا ومعنويا.
باشكر حضراتكم جميعًا، جميعًا، اللي كتب كلمة، اللي دعا دُعا، اللي حَط على منتدى، كلّكم، كلّكم أنا عايز أشكركم جدًا جميعًا كلّكم، أنا شُفت كل كتاباتكم ومنتدياتكم وشُفت الفيديوهات، شُفت كل القنوات. عايز أشكركم جميعًا، كل اللي يسمع الشكر يختص الشكر لنفسه، لإن أنا شُفت كل حاجة بس مش هاقدر أقول كل الأسامي الحقيقة يعني. فشكرًا لحضراتكم جدًا، ألقاكم قريبًا، آسف إذا كنت طوّلت عليكم، لايكات كتير، كومنتات كتير، هنتقابل في فيديو جاي قريب جدًا، الشغل اللي جاي في منتهى الأهمية وفي منتهى الخطورة، وربنا يكتب لنا التوفيق إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.